فضلت شيخ أقول لحضرتك سؤال تاني من اللي موجود معانا. بيقول أنا بشتغل بره مصر، الحمد لله ربنا كرمني، قلت أطلع والدي عمرة، وليا أخت مطلقة وقاعدة معاه، فقلت أطلعها مع والدي، حجزت لهم، لكن زوجتي اعترضت وقالت لي أنت مش ملزم تعمل كده، الفلوس دي بنتنا أولى بيها لأننا بنجهزها. فقلت لها خلاص أنا أتحرج أرجع في كلامي وأقول لهم إن أنا مش هقدر أعمل ده. راحت مكلمة أخته وقالت لها إن جوزها يعني محرج يرجع في كلامه، وإن إحنا محتاجين الفلوس دي عشان مصاريف جواز بنتنا. أنا مش عارف هل زوجتي من حقها إنها تعمل ده ولا لأ، ولا أختي ليها حق عليا؟ اولا ما كانش ينبغي ان هو يقول لزوجته، ما كانش لازم. ودايما اقول للانسان طالما انت هتراضي اهلك، تفاصيل اللي هتجبر بين خاطرهم الشخص بمبلغ من وأهله. المال، مال الزوجه ومال ان هي تعرف. يعني زي كان ما نقول للزوجه لما تبقى عامله وليها راتب وهتدي حد من اهلها، ما بنقولش تقولي للزوج خالص. ده ذمتك الماليه المستقله، مش حرام. رضيتي والدك بمرتب شهري بجزء من دخلك، زوجك ليس له ان يعرف وليس له ان يتدخل في هذا. وكذلك الزوجه ليس لها ان تتدخل فيما يعطيه الزوج الى اهله. فهو الحقيقه اخطا في هذا. الامر الثاني، الانسان قبل ما يقدم على شيء يبقى دارس كويس الموضوع انا ورايا شيء اوجب منه، يبقى خلاص. يعني لو قال لي انا معايا مبلغ اطلع والدي عمره ولا اجهز أجوز بنتي، بنتي. اقول لك لا، جهز بنتك ومش واجب عليك هذا. يعني اجل موضوع العمره ده الان، ولكن الان انت ادرى بما يصلحك. صحيح. ليس للزوجه كانت هي تعرف، وليس لها يعني ان هي تتصل باختك وتقول لها. وحضرتك كان لازم تاخد قرار من الأول، ولما تاخد قرار تبقى درسه كويس وما تقولش للزوجة عليه.